يعني نذهب للانفجار. جزاك الله خير. واحد يقتل الثاني. لا انا لا واقف. هذا بعد سؤال انت احنا شادينك. لا بدي ما شادينك احنا. عمل جيدا يا اخي مسلم. 10 ثواني بعد اذنك. تفضل. اقرا لي هاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. جزاك الله خير. نعم صح. انت يهودي أولا. انا ابن سيدنا موسى. طيب هل السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي سامر عباس. سامر عباس، مرحبا بك في قناه سبيكة كونا. الحمد لله. طيب هل انت تؤمن بان محمد اخر الانبياء عليه الصلاه والسلام؟ انا اؤمن انه محمد عليه الصلاه والسلام رجل هذا شيء معروف هذا. listen let me finish por favor. رجل بعثه الله لكي يهدي العرب. طيب فأنت تؤمن بأن محمدا بعث عليه الصلاة والسلام للعرب خاصة؟ للعرب. خلاص، فهل الله يبعث إنسان كذاب أم يبعث إنسان صادق؟ يبعث إنسان صادق. خلاص، فالذي بعثه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه هو الله سبحانه وتعالى. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن بي يهودي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأنت قلت بأن محمد صادق، فالله لا يبعث إلا صادق، فهل تقبل هذا الكلام؟ إذا لم تقبله ناقضت نفسك، وإذا قلت بأنه صادق لابد تقبل هذا الكلام. اوكي اقرا لي هاي. لا قلنا قالت الحديث، تقبل الحديث هذا؟ اخي انا قلت لك شو انا لا اله الا الله. لا تناقض هذا. رسول عباس الله. اسمك عباس ولا محمد بن عباس؟ انا اسمي سامر. عفوا سامر بن عباس. سامر عباس. سامر عباس. سامر. أنت سامري؟ أنا سامر. أنت الذي هو خلط بني إسرائيل؟ سامر المسيح. سامر يا سامري هو. موسيقى. خلاص سامر، احنا نمسح عليك نخلي. سامر عباس. سامر. اي نعم. من طيب. السمر. من السمر من الموسيقى والطرب. ما شاء الله. خلينا احنا عندنا صلاة المغرب الآن. فأنا لا بسم الله. أنا قلت لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي. أنت الآن ونصراني. أنا مش يهودي، أنا ابن سيدنا موسى. اليهود خزر. أنا أي أحد ولا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأنت قلت بأن الله لا يبعث رجل كاذب صادق. فهل تؤمن بأنك بهذا القول عند النبي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أؤمن ليش نسيت اللغة ولا ايش؟ النبي ماذا قال النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يؤمن من معيش نظرتي وين أنا قال أنت الآن تأتينا بأقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا مصطفى رسولنا اسمه المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم المصطفى. باردون أنا بحكي مع ربنا. Tu parles français ou quoi? Pas parler le français, t'inquiète pas mon frère. Ok. اسمع اسمع أولا. جيد. احنا نتكلم بلغة القرآن. تفضل. اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الآن ذكرت لك حديث من قول المصطفى عليه السلام. أنت إذا لم تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنك من أصحاب النار بدون شك. فعليك أن تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أؤمن برسالة الرسول. لا أنت أقمت الحجة على نفسك. كيف أقمت الحجة على نفسك؟ لأنك هذا تناقض هذا. ومن أتى بالرسالة؟ والله اسمع أنت الله يهديك. السلام عليكم ورحمة الله. لا خلاص أقول لك قالك عليها هي خليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. طيب جزاك الله خير. الله يهديك. إن شاء الله طريقك تكون الجنة. هذا هو ابن سبع. عبد الله بن سبع. فهمت قصده؟ ايش قصده؟ قصده انه اسرائيل انه جارة العرب. هذا قصده. اسمع تعال عباس تعال. انت لا دقيقة. ما رأيك في الدولة التي تسمى اسرائيل؟ هل تعترف بها انت؟ هاي سياسي. هاي الارض. لكن هل تعترف بها انت؟ انا بعترف بارض سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم ارض في حران في العراق. نعم. من العراق الى النيل. لا ابراهيم ما قال انا بلدي من العراق الى النيل.
بل اسمع انا اسالك سؤال، هل تعترف بدوله، ما تخاف احنا ما نقتلك الان، ربما بعدين ان شاء الله ليس الله امزح معك الان. عباس سامري سامر اسمع سامر تحكي عربي. سامر اسمع لي يا سامر، الان هل تؤمن انت بدوله تسمى اسرائيل كذبا انا وزورا؟ اؤمن في ارض سيدنا ابراهيم. لا انا ما هذا ليس سؤال، انا ما سالتك هذا السؤال، انا سالتك الان انا لا اؤمن بدوله اسمها اسرائيل ابدا، اؤمن بنبي اسمه اسرائيل وهو يعقوب، اما دوله اسمها دوله فلسطين واحتلت ظلما وزورا. عم بحكي لي سياسي الخال، انا بديش احكي معك سياسي. هاي سياسي، الظلم حرام في السياسه وفي الدين. توك دخلت. نعم. كيف الجار يبات جوعان وهاي انت دخلت بهاي يعني انا جاي حاطط رقبتي تحت السيف هون. اي سيف؟ ليش؟ ما عندنا سيف. عندنا احنا سيف، احنا ما عندنا مسلمين. سيف. الاخ المغربي عايز قهوه، عايز قهوه عم بيصلي، الاخ المغربي عم بيصلي هناك، انا نقرت الجرس، ها قال لي يلا اقلع من هون. لا ما عملها. وبعدين شو عمل لي؟ تكلم عن نفسه، هذا مو صحيح هذا ليس الدين. هذا ليس الدين. حمل لي المشط. انت مغربي ولا شاه؟ انا مش مغربي، انا قلت لك انا مين؟ انا ابن سيدنا موسى من شمال اسرائيل، منطقة ما نعرف دولة اسمها اسرائيل. انا اين اسرائيل هذه؟ منطقة اسمها الجليل. انا ما اعرف، انا نعرف فلسطين، ما اعرف دولة اسمها اسرائيل. خلينا نحكي عن الاخ المغربي، وين راح؟ طيب جايب لي المشط، والمشط له سن، بقول لي بغزك في عينك، بده يغزني في عيني في المشط. لا هذا لا يجوز. هذا يتكلم عن نفسه. عن نفسه بارك الله فيك. انا بدي اجيبه من دينه وانت بتحكي معه. نعم ما في مشكلة، لكن هذا ما احنا ما نعترف. شوف هذا كلنا هنا مسلمين، احنا ما لكن انت ماذا فعلت له؟ ماذا فعلت له؟ كيف؟ لان ايش؟ لابد نسمع من كلا الطرفين، ربما هذا عرف هذا قوم هذا سبحان الله. شمسي نقرت الجرس. وين ما تدق الجرس؟ يصلي انا احترام الجار. انا احترام الجار. احترام الجار. انت ما احترام الجار في القدس. يا ايوه انا اشوف هو ماذا فعل الله. اسمع سامري، انت فعلت ما ذكر الله عنكم في القرآن الكريم. انتم ايش؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أخي العزيز سبحان الله. أخي العزيز أفلا تعقلون؟ والله القرآن حينما نتكلم على اليهود ترى القرآن كأنك تعيش الواقع، تعيش كما أقول لك تعيش الآن كتاب الله جل وعلا. والله هذا يتكلمك على المغربي وهو ذهب المغرب يصلي صلاة المغرب. أخي العزيز الله يهديك يا عباس، بارك الله فيكم أيها الأحبة في الله. نعم. في القدس المسلم عم بيصلي، الجرس عم بدق واليهودي عم بضرب. انا ما احترمتش. دقيقة. موسى عليه الصلاة والسلام صلى ووضع جبهته على الأرض، فالمسلم يتبع موسى في الصلاة ويتبع كل الأنبياء والرسل، وأنت تتبع أحباركم. فلابد أن تحترم موسى. أنا مش يهودي. لماذا تدير هكذا؟ أنت لازم تفهم أنا مش يهودي، أنا ابن سيدنا موسى. Well, subscribe if you haven't, please. Thank you very much.